زوجك المستقبلي ناجح وعنده الفلوس مهم. ووقع في أزمة، شنو غادي تقدري ديري؟ هنا فين كيكون الفرق ما بين كيف كنقولوا بنات الناس والبنات اللي كيمشيو على قبل الفلوس. فاكيد الا وقع في ازمه غادي نكون معاه. باش كتكوني ضامنة نوعا ما أنه هاد الشخص ما غاديش تلقاو مشاكل مادية؟ حنا فاش كنقولوا انه بغينا شخص مستقل ماديا، ماشي لانه ما لقيناش ما ناكلوا، ولا لانه صعيب علينا اننا نصرفوا على راسنا. الحمد لله كهزين راسنا، عندنا ستيل دو في اللي مزيان. اما في الازمات الا ما وقفتيش مع راجلك كان راه يكون مشكل كبير. وهي نفس الحاجه الا راجل تزوج بوحده زوينه وكتحمقوا بالزين، واحد النهار مرضات ما بقاتش زوينه، واش ما دارك غادي تخلى عليها؟ واكيد ما غاديش تخلي عليها حيتاش هو ما تجوش بها حيتاش فقط زوينه. انت بالنسبه لك معيار الجمالي قد يكون معيار من المعايير اللي حاط، ولكن ماشي هو كل شيء. نفس الحاجه بالنسبه للبنت، الفلوس بالنسبه لنا معيار مهم ولكن ماشي هو كل شيء. دونك الا تفقد داك المعيار كنبقاو مع لا بيرسون ماشي مع داكشي اللي كيملك.